وانتهى الموسم اللي فات بعد ما شفنا كل الأحداث الغريبة ورجوع ال 4400 شخص للوقت الحاضر علشان ينفذوا خطة الأشخاص اللي خطفوهم. في الموسم ده بقى بعد حقن ال 4400 شخص بالمصل قوتهم بتبدأ تظهر، واللي ما كانش عنده قوة اكتشف قوته أخيرا بسبب كيفن. اللي مش مفهوم إن شون وريتشارد في المؤسسة لما بيدخلوا للمكتب بيلاقوا واحدة قدامهم، ودي بتقول لريتشارد إنه أبوها وإنها إيزابيل. طبعا بيبقوا مصدومين لأنها من يومين بس كانت مجرد طفلة، علشان كده بيجري ريتشارد على شقته بحيث يشوف إيزابيل ويتأكد إنها لسه زي ما هي، لكنه بيلاقي ليلي واقعة على الأرض. والصدمة الأكبر لما بيلاقيها كبرت فجأة في العمر هي كمان. حتى ليلي بتتصدم لما بتشوف نفسها في المراية وما بتبقاش فاهمة اللي حصل، فبيروحوا للدكتور كيفن يسألوا عن حل، لكن كيفن بيقول لهم إنه أول مرة يشوف حاجة زي كده وأكيد ما يعرفش إزاي يعكس الموضوع ويرجعها شباب تاني. وخلال ما هما بيتكلموا إيزابيل بتيجي تتكلم معاهم، ودي لما بتشوف اللي حصل لأمها بتحس بالذنب وإن هي السبب، علشان كده بتسأل كيفن إذا كان يقدر يلاقي حل. فبيقول كيفن إن الحل الوحيد هو إنهم يوقفوا المصدر اللي مخلي ليلي تكبر في السن، وده بيبقى معناه إن إيزابيل لازم تموت. لكن طبعا ليلي بترفض ده تماما وبتسيب المكان وتمشي. في الوقت ده محاكمة دينيس بتكون بدأت، واللي بيعترف إنه كان المسؤول عن اللي حصل لل 4400 شخص، وهو اللي ادى أمر للدكتور ماكس بصنع مانع البرومايسين. المفاجأة إن خلال ما هو بيتكلم حاجة غريبة بتبدأ تحصل، وبيطلع إن واحدة من الصحفيين من ال 4400 شخص، ودي بقوتها بتسيطر على محامي دينيس وبتخليه يهاجمه ويحاول يقتله. طبعا توم بيفهم على طول إنها نفس اللي كانت في العيادة قبل كده، لكن للأسف على ما بيجي يطاردها بتكون هربت، مجرد بس بيلحق يضربها طلقة قبل ما تركب العربية. المشكلة إن نفس اللي حصل لدينيس بيبدأ يحصل لكل المسؤولين زيه، كل اللي ساعدوه في الموضوع ده بتحصل لهم حاجات غريبة وبيموتوا. ومن بين الستة المسؤولين دينيس الوحيد اللي بيكون لسه عايش، بس برضه بيكون في المستشفى بسبب اللي حصل ما بين الحياة والموت. وبعد عمليات الاغتيال دي بتيجي رسالة للأمن القومي من مجموعة مسميين نفسهم نوفا، ودول اللي بيقولوا إنهم الجناح الدفاعي لل 4400 شخص، وبيهددوا بعملية جديدة بعد 5 أيام ردا على اللي حصل فيهم واستهدافهم طول الفترة اللي فاتت. وبسبب كده كل اللي في الأمن القومي بيقلقوا، بما إن ال 4400 عندهم قدرات غريبة ممكن يتسببوا في كارثة. ولأنهم عاوزين يعرفوا مين المسؤولين عن المجموعة دي بيطلبوا المساعدة من شخص اسمه جاري، هو من ال 4400 برضه لكنه بيتعاون مع الحكومة، وقوته هي إنه بيقدر يقرأ أفكار اللي قدامه. وأول مكان بيبدأوا فيه التحقيق هي المؤسسة عند شون، لكن شون بيرفض إنه يتعاون معاهم نهائي، وجاري بيأكد لهم إنه قرأ أفكاره وإنه مش مخبي عنهم أي حاجة. بعدها بيروحوا لشخص تاني من ال 4400 واللي بينكر إن ليه علاقة بجماعة نوفا أو يعرف أي حد فيهم، لكن بعد ما بيمشي جاري بيقول إنه بيكذب، وبيقول لهم على عنوان كان بيفكر فيه وبيروحوا على هناك. لكن لسوء حظهم بيلاقوا المكان فاضي، مجرد بيلاقوا كتاب على الأرض عن ال 4400 شخص، بس اللي بيلفت نظرهم إن الكتاب ده بيبقى مكتوب فيه اسم شخص أكتر من مرة، والاسم ده هو ويزلي هاوزر. فبيرجعوا للمقر وبيبدأوا يبحثوا عنه. المفاجأة إن خلال ما هم شغالين بيجيلهم اتصال، واللي بيتصل عليهم بيقول لهم إن هو نفسه ويزلي، واللي بيوضح لهم إنه مش خايف منهم وإنه عارف كل تحركاتهم. والتاني مرة بيهددهم وبيقول لهم يستنوا العملية الجديدة بعد 5 أيام. اللي مش مفهوم إن توم بعد ساعة بيجي يقول إن جاله معلومة بمكان ويزلي، فبيروحوا للمكان ده واللي بيطلع مشرحة، وهناك بتقابلهم الدكتورة اللي كلمتهم، واللي بتاخدهم لجثة شخص بتقول لهم إن هو ويزلي هاوزر، وبتعرفهم إنهم لقوه من 3 أسابيع غرقان في النهر وخرجوا جثته. هنا بيفهم توم وديانا على طول إن في حد بيحاول يشتتهم، بيدلهم على شخص تاني بحيث يبعدهم عن قائد نوفا الحقيقي. وخلال ما هم بيتكلموا بيفتكروا إن جاري هو اللي دلهم على عنوان ويزلي، وقال لهم إن الشخص اللي قدامهم كان بيفكر فيه، فبيخرجوا من هنا بسرعة علشان يقبضوا على جاري. في نفس الوقت بنشوف شون بيقابل شخص اسمه داني، وده بيقول له شون انه كذب عليه وان قتل الناس ما كانش من ضمن الاتفاق. وبيطلع ان داني ده هو مؤسس وقائد جماعة نوفا، بس اللي فعلا أسس الجماعة دي من الأول هو شون، واللي كان عاملها بغرض حماية المؤسسة وحماية ال 4400 شخص، وهو اللي مول داني بالفلوس وخلاه يجمع الأشخاص. وبنعرف ان داني جايله علشان يعالج جي تي دي اللي توم ضربها بالنار وهي بتهرب من المحكمة، ولأن شون مضطر بيعالجها بقوته. جاري في الوقت ده بنشوفه في الأوضة عند دينيس، وده بيحقنه بمادة سامة وبيقول له ان دي نهايته.
وبالفعل تأثير المادة دي بيشتغل ودينيس بيكون خلاص هيموت، لكن جاري لسوء حظه قبل ما يهرب بيلاقي قدامه نينا ووراه توم وديانا، وبعد القبض عليه بيبدأوا التحقيق معاه، وتوم بيقول له ان خطته هو والمجموعة ما نجحتش وانهم لحقوا دينيس قبل ما يموت وحالته احسن حاليا، بس لان جاري بيقرأ افكارهم التحقيق معاه بيبقى صعب وما بيقدروش نهائي انهم يطلعوا منه اي معلومة. في نفس الليلة ديانا بتروح تقابل كيفن اللي طلب مساعدتها، وبيطلع انه فعلا حقن نفسه بجزء من المصل اللي اخترعه، بيعمل تجربة على نفسه بحيث يكون عنده قوة زي ال 4400 شخص، ولانه عارف ان ديانا درست علم الاحياء والاوبئة طلب مساعدتها، ولانه خلاص بدأ بالفعل في التجربة ديانا بتوافق انها تساعده. تاني يوم بنشوف جاري بيتحقق معاه من أشخاص تانيين، وبيطلع إن نينا سلمته للمخابرات بحيث يخرجوا منه المعلومات بأي شكل حتى التعذيب. وبعد كام ساعة من التعذيب جاري أخيرا بيتكلم وبيقول إن قائد مجموعة نوفا هو شخص اسمه داني أرماند، بس ما بيبقاش عنده أي معلومة تانية، وده لأن داني بيقابل كل شخص من المجموعة لوحده. وبعد خبر القبض على جاري داني بيتصل على شون واللي بيقول له إنهم محتاجين يختفوا لأن جاري ممكن يتكلم، وتكلفة انهم يستخبوا عالية جدا، علشان كده بيبقى عاوز تمويل تاني من شون، وبيحدد له فعلا مكان وميعاد يتقابلوا فيه بحيث يسلموا الفلوس. وفي المكتب عند توبي بنشوفه بيتكلم في التليفون، وده بيقول للشخص اللي بيكلمه ما يقلقش وانه مش مشكلة حتى لو رجع، وبيقول برضه عن الشخص اللي بيتكلموا عنه انه مش هيسيبه يقرب من ايزابيل نهائي. المفاجأة اننا بنفهم انه بيتكلم عن جوردان وبيبقى ماسك صور ليه، وخلال ما هو بيتكلم بيلاقي ايزابيل جاية تتكلم معاه، ودي بتطلب منه انهم يرتبوا ويقتلوها بحيث امها ترجع لطبيعتها وما تموتش هي، فبيقول لها توبي انها اهم من امها بكتير، لكنه برضه بيديها حقنة فيها مادة غريبة، وبيقول لها ان المادة دي ممكن تقتلها في ثواني، بس بيقول لها تاني تفكر في كلامه وتفكر في اهمية وجودها بالنسبة لشعبها بالمقارنة بامها. وخلال ما هما بيتكلموا ريتشارد بيبقى خارج مع ليلي، واللي بنعرف انهم رايحين للكوخ اللي كانوا عايشين فيه في الغابة، وده لان ليلي خلاص بتموت وعاوزة تقضي اخر لحظاتها هناك. وبعد كلام ايزابيل مع توبي واضح انه اثر عليها، وده لانها بتفضل الحقنة وبتقرر ان هي اللي تعيش، وساعتها ليلي للاسف هي اللي بتموت في المقابل. وبعد التحقيق مع جاري بيبقوا واخدينه للسجن، لكن مرة واحدة العربية اللي هو فيها بتتقلب، وبيطلع ان داني واللي معاه هم السبب وجايين يهربوه. وخلال ما ده بيحصل شون بيروح للمكان اللي داني قاله عليه، لكنه بيلاقي جي تي هي اللي جاية تقابله، ودي اول ما بيديها الشيك حد بيضربها بمخدر، وبيطلع ان شون بلغ توم بالمقابلة، بس واضح كده انه ما قالوش الحقيقة بالكامل بحيث ما يورطش نفسه. وبيعدي كام يوم وبيبقى فاضل دقايق على ميعاد تنفيذ عملية نوفا، وكل الحكومة والمسؤولين بيبقوا متوقعين ان في كارثة هتحصل، لكن المفاجأة ان اللي بيحصل عكس كده تماما. جماعة نوفا بيبثوا اخبار على التلفزيون، والاخبار دي بتبقى عن مساحة كبيرة جدا من الصحراء في افريقيا اتحولت لمساحات خضراء، والتحول ده كان في مجرد يوم واحد. وبيان داني اللي هو قائد نوفا بيبقى عكس المتوقع برضه، بيقول للشعوب ان الحكومات بتكذب عليهم وبتقول انهم خطر وبتخوف الناس منهم، لكن الحقيقة انهم جايين بخير للبشرية كلها. فبيقول توم ان اللي حصل ده اخطر من اي هجوم كان ممكن يحصل، لان جماعة نوفا دلوقتي اثبتوا للعالم ان محدش يقدر يوقفهم. شون بقى بعد البيان ده بيلاقي جايله اتصال من داني بيهدده، ده طبعا بعد ما عرف بخيانته وانه كان ناوي يخلص منه. وبعد القبض على جي تي بيدخل توم يحقق معاها، وده بيقعد يتكلم معاها ويعرف منها كل حاجة عن داني والمجموعة. الغريبة انه بيسألها اذا كانت قالت الكلام ده لحد غيره، والصدمة انها لما بتقوله انه اول شخص يحقق معاها بيخرج مسدسه وبيقتلها. وبعد كام ساعة لما بتيجي ديانا للشغل نينا بتتكلم معاها وبتقول لها ان شريكها قتل الدليل الوحيد اللي كان معاهم، وهو هربان حاليا والمفروض انهم هيخرجوا يقبضوا عليه. طبعا ديانا بتستغرب وما بتبقاش فاهمة ليه توم يعمل كده اصلا، علشان كده بتقول لنينا تديها فرصة، وهي هتروح له لوحدها وتحاول تفهم منه اللي حصل وتخليه يسلم نفسه. فبتوافق نينا وبالفعل ديانا بتروح لتوم البيت، ودي لما بيلاقيها توم مخرجة مسدسها بيستغرب وبيسألها عن السبب، وبيستغرب اكتر لما بيلاقيها بتقوله يسلم نفسه وكل حاجة هتتحل. ولما بتقوله انه قتل جي تي بينكر، وبيقول انه اصلا كان واخد نص اليوم اجازة وكان المفروض هيقابل محامي ابنه كايل ده اللي سلم نفسه بسبب اللي حصل في الموسم الاول. فبتقوله ديانا ان الكاميرات كلها مصوراه وهو بيقتل جي تي، ولو مش هو فعلا اللي عمل كده يسلم نفسه وهم هيساعدوه.
فبيوافق توم لكنه بيطلب منها تسيبه يلبس هدومه الأول. لكن بعد دقايق ديانا بتلاحظ إن مفيش صوت، وبيطلع إن توم قرر يهرب وما يسلمش نفسه. فبترجع ديانا للمقر تعرف نينا باللي حصل، وخلال ما هما بيتكلموا ديانا بتلاقي توم بيتصل عليها وبيأكد لها تاني إن مش هو اللي قتل جي تي، بس ما كانش ينفع يسلم نفسه لأن الأدلة ضده قوية، فهو عاوز يدور على الحقيقة الأول، وبعد ما يفهم اللي حصل هيسلم نفسه ومعاه الدليل. ومن كلامه بيبقى متأكد إن شخص من جماعة نوفا هو اللي عمل كده، ولأن ديانا عاوزة تساعده بتروح مع ماركو تاخد فيديوهات المراقبة. لكن الشخص المسؤول عن الكاميرات بيقول لها إن ماركو أخدها بالفعل من نص ساعة. هنا ماركو بينكر وبيقول إن ده ما حصلش، فبيفهموا على طول إن توم بريء فعلا وإن اللي ورطه هو نفس اللي سرق الفيديوهات. وفي الشغل عند لانا بتلاقي توم جاي يتكلم معاها وبيقول لها إنه في مشكلة وعاوز مساعدتها، لكن لانا بتتفاجئ لما بتلاقي جاي لها اتصال من توم واللي بيقول لها إنه في الطريق ليها. فبتستغرب لانا وبتقول له إنه إزاي بيكلمها والمفروض إنه واقف قدامها. فبيجري توم على مكانها وبيقول لها إن الشخص اللي قدامها ده مش هو، ولحسن الحظ بيوصل للمكان قبل ما الشخص ده يأذيها، بس لما بيخرج يجري وراه على بره بيكون اختفى. مجرد بيلاقي شاب كده ولما بيسأله بيقول له إنه ما شافش حد. وبعد ما بيمشي الشاب ده توم بيفكر في اللي حصل وبيفهم، وبيقول للانا إن أكيد الشاب ده من ال 4400 وتبع جماعة نوفا، وقوته إنه بيقدر يغير شكله لأي شخص تاني. وبيعرف لانا إنه متورط حاليا في جريمة قتل، وجماعة نوفا دول بيحاولوا يخلصوا منه لأنه بيطاردهم، علشان كده بينبه عليها تروح البيت وتقفل على نفسها وما تفتحش لأي حد حتى هو. في نفس الليلة ديانا بتبقى عند كيفن بما إنها بتساعده حاليا في التجربة اللي بيعملها. المفاجأة إن كيفن بيقول لها إنهم نجحوا، وعلشان يثبت لها كلامه بيطعن إيده بسكينة، وخلال ثواني جسمه بيعالج نفسه والجرح بيختفي تماما. لكن كيفن بيقول إنه بس محتاج يحقن نفسه شوية كمان بحيث التحول يكتمل وجيناته تتغير للأبد مش بشكل مؤقت. تاني يوم في البيت عند لانا بتلاقي توم بيخبط على الباب وبيطلب منها تفتح له، وبيقول لها ان القضية خلاص انتهت، بس بسبب تحذير توم ليها بترفض انها تفتح الباب. وهنا توم او الشخص اللي واخد شكله بيكسر الباب وبيدخل يمسكها. في الوقت ده توم بيبقى بيقابل ديانا لانها خلاص اتأكدت انه بريء ومصممة تساعده، ودول بيجيلهم مكالمة من الشخص اللي مسك لانا وبيقول لتوم انها رهينة معاه، وفي مقابل انه ما يقتلهاش لازم يجي لهنا ويوقع على ورقة بتقول انه مريض نفسي وانه ما قدرش يستحمل ضغط الشغل وسجن ابنه وقرر ينتحر. فبيضطر توم انه يوافق لان حياة لانا في خطر. وبعد ما بيقفل الشخص ده معاه بيستناه وبيستعد لتنفيذ الخطة، لكنه اول ما بيسمع صوت بره البيت بيتوتر. وهنا لانا بتستغل الفرصة وبتضربه بفازة على دماغه، وساعتها توم بيدخل للبيت وبيهاجمه. المشكلة ان لانا حتى لما بتمسك المسدس ما بتبقاش عارفة تتصرف ازاي، علشان كده بتوقفهم هما الاتنين، ومن كلامها معاهم بتقدر تحدد مين هو توم الحقيقي، واللي بالتالي بتساعده انه يقبض على الشخص اللي واخد شكله. وبعد ما انتهى الموضوع ده ديانا بتبقى خارجة من البيت مع مايا، ومرة واحدة وهما بيتكلموا مايا بتشوف ذكرى من المستقبل وبتقول لديانا وهي زعلانة انها هتنساها. هنا ديانا بتستغرب وبتقول لها ان ده مستحيل يحصل. وقبل ما يمشوا مايا بترجع تجيب لعبة من الشقة، ولما بتدخل ديانا وراها بتلاقي معاها واحدة غريبة، ودي بتعتذر انها لقت الباب مفتوح ودخلت من غير استئذان. والمفاجأة انها بتقول انها تبقى اخت مايا واسمها سارة. طبعا ديانا بتقلق منها وما بتصدقش كلامها، علشان كده بتتكلم معاها لوحدها بعيد عن مايا، وبتقول لها انها ممنوع تجيلهم او تقابل مايا تاني لحد ما يعملوا ليها تحليل DNA الاول وتتأكد انها ما بتكدبش وانها اخت مايا فعلا. وبسبب مشاكل مجموعة نوفا اخر فترة شون بيتكلم مع توبي وريتشارد، ودول بيقول لهم الحقيقة وانه قابل داني من شهرين وهو اللي كلفه بتأسيس المجموعة واداله الفلوس، بس بينكر انه كان يعرف اي حاجة عن اللي حصل. والفكرة دي كانت لمجرد انه يحمي المؤسسة وال 4400 شخص. تاني يوم وعلى الرغم من تحذير ديانا بتروح سارة تقابل مايا واللي بتبقى بتلعب عند واحدة صاحبتها. في نفس الوقت بتظهر نتيجة تحليل DNA، ولما بتعرف ديانا ان سارة بتكذب بتجري تلحق مايا، لكن للأسف بتوصل لبيت صاحبتها متأخر، واللي بتعرف منها ان سارة وصلت قبلها واخدت مايا واختفت. علشان كده بترجع للمقر مع توم وبتنشر صورة سارة، وكل محقق في المكان بتبقى مهمته انه يلاقيها. بس المشكلة الغريبة انهم ما بيلاقوش على النظام اي معلومة عنها. مايا في الوقت ده بتكون وصلت مع سارة لبيتها، واللي بتقول لها انه بيت اهلهم وان دي اوضتها،
وفي المؤسسة بنشوف توبي داخل يتكلم مع ريتشارد، واللي بسبب اللي حصل بيقوله ان شون مش مسؤول، وبيقنعه انه لازم يشاركوا القيادة بحيث يبقوا متأكدين انه مش هيعمل اي غلطات تانية ممكن تدمرهم. وفي مقر الامن بيكونوا بيراجعوا مذكرات مايا، يمكن تكون شافت حاجة عن المستقبل بقوتها وكتبتها. هما اي نعم بيلاقوا معلومات كتير جدا، بس ما بيبقوش قادرين يفهموا حاجة ولا يربطوا اي معلومة بالتانية. وبعد كام ساعة في البيت عند مايا بتبدأ تحس ان في حاجة غلط، علشان كده بتخرج على بره تشوف سارة، لكنها بتتفاجئ لما بتلاقي أطفال تانيين محبوسين زيها، ودول بيعرفوها الحقيقة وإنهم مخطوفين، ولأنهم سمعوا صوت حد بيفتح الباب بيجروا يستخبوا، وبيطلع إن سارة وشخص معاها خاطفين طفل جديد. وبعد ما مايا فهمت اللي بيحصل بتتكلم مع باقي الأطفال، بما إن عندهم قوة خارقة بتطلب منهم يتعاونوا بحيث يقدروا يهربوا من هنا في أسرع وقت ممكن. لكن شوية وبتيجي سارة والشخص اللي معاها ياخدوا طفلة منهم، وبسبب خوف الأطفال محدش فيهم بيقدر يساعدها ويستخدم قوته. في الوقت ده في المقر عند نينا بيكتشفوا اختفاء كذا طفل، وبيعرفوا ان كلهم من ال 4400 شخص، فبيبدأوا يدوروا على الخريطة تاني عن اي حاجة كتبها مايا. وبالصدفة وديانا بتدور بتلاحظ حاجة مايا كتبت عنها. المشكلة انهم قبل ما يوصلوا للأطفال بيجي الدور على مايا، واللي بياخدوها على تحت زي ما خدوا الطفلة اللي قبلها. وبيطلع ان سارة عاوزة تديها دواء معين، دواء بتقول لها انه هيخليها تفقد الذاكرة وتنسى الفترة اللي عاشت فيها في الزمن ده تماما. بس لحسن الحظ قبل ما مايا تاخد الدواء الاطفال بيقرروا يساعدوها، بيستخدموا قوتهم وبيهاجموا سارة والشخص اللي معاها، وده بيدي فرصة لمايا انها تهرب. وحتى توم وديانا بيبقوا خلاص وصلوا للمكان اللي المفروض فيه مايا، لكن الغريبة انهم لما بيوصلوا للبيت وبيفتحوا الباب بيلاقوا ناس مختلفين تماما قدامهم. اما مايا لما بتفتح الباب بتلاقي نفسها في اوضة غريبة، اوضة زي اللي كان توم بيشوفها قبل كده وبيتكلم فيها مع اشخاص المستقبل. معنى كده ان اشخاص المستقبل هم اللي خاطفين الاطفال. ومن كلام سارة مع مايا بنفهم انها اتنقلت بيها لزمن تاني من اول ما خطفتها، وحاليا ناويين يرجعوها لزمن تاني برضه تنفذ خطة مختلفة، وده لان الخطة الاولى ما مشيتش زي ما هم عاوزين والكارثة لسه هتحصل. وبالفعل بتبدأ العملية وبينقلوا مايا لزمن مختلف، وبسبب كده كل حاجة كانت خاصة بيها عند ديانا بتختفي، ألعابها وصورها وكل حاجة، بما إنها المفروض دلوقت ما ظهرتش في زمانهم نهائي. وجوه المؤسسة توبي وريتشارد بيقعدوا مع شون، واللي بسبب الغلطة اللي عملها بيضطر يوافق إنه يشارك قيادة المؤسسة مع ريتشارد. اللي مش مفهوم بقى هو إن اللي حصل مع مايا مأثر على ديانا، على الرغم من إنها المفروض نسيتها تماما، إلا إنها قبل ما يروحوا للشغل بتبدأ تعيط من غير سبب، ولأنهم مش فاهمين اللي بيحصل مجرد بيعدوا الموضوع وخلاص. في نفس الليلة بعد الشغل لانا بتستخدم قوتها على توم، بما ان كايل محبوس بيخليها تنقله العالم يشوفوا فيه. لكن الغريبة ان توم بيشوف مايا في البيت قدامه، ولانها اتمسحت من ذاكرته ما بيبقاش عارف هي مين، فبتقول له مايا على اسمها وانه كان يعرفها. ومرة واحدة توم بيرجع للعالم الحقيقي وهو مصدوم، وبيتكلم مع لانا اللي بتقول له ان ده عمره ما حصل قبل كده، والمفروض انها بقوتها بتحدد اللي يحصل في العالم اللي بتنقله ليه. ولان توم عاوز يتكلم عن اللي حصل ده مع حد بيروح لديانا، واللي بيلاقي البيت عندها مش مترتب ومليان اوراق، وبيطلع ان ديانا هي كمان بتشوف مايا في الحلم وبتحاول تفتكر هي مين او تجمع لها صورة شبهها. فبيحكي لها توم هو كمان عن اللي حصل معاه، وبيقول لها انه قابل طفلة اسمها مايا في العالم اللي نقلته ليه لانا. فبتفتكر ديانا الاسم وبتاخده توريه اوضة مايا، واللي بتبقى معلقة فيها صور كتير جدا وكاتبة اسمها، بس برضه ما بيبقوش فاكرين مين مايا دي وليه بيشوفوها. ولان ديانا عاوزة تتكلم معاها بتروح للانا مع توم، واللي بتطلب منها تستخدم عليها قوتها وتنقلها لأي عالم، اهم حاجة انها تقابل فيه مايا وتتكلم معاها. وبالفعل اول ما بينزلوا في العالم ده مايا بتقابلهم، واللي بتبدأ تفكر ديانا بالفترة اللي خلصوا فيها اوراق التبني، وبسبب كده ديانا بتبدأ تفتكر كل حاجة قبل ما مايا تختفي، وعلى طول بترجع للعالم الحقيقي تقول لتوم ان بنتها اتخطفت، واللي خطفها واحدة اسمها سارة كانت بتقول انها اختها. بس على عكس ديانا توم بيبقى لسه مش فاكر برضه، لكن على الرغم من كده بيقول لديانا انه مصدقها وهيساعدها. وبالفعل بيروحوا هما الاتنين لنينا وبيطلبوا منها تساعدهم برضه، لكن نينا بترفض وبتقول لهم ان مفيش ادلة اصلا تعمل بيها قضية،
وخلال ما هما بيتكلموا بيقاطعهم ماركو، واللي بيقول لديانا انه عرف بنتها فين بالظبط. بيوريهم شوية صور سنة 1893 ودي بيبقى فيها كل الأطفال اللي اتخطفوا، لكن الصدمة إن مايا في الزمن ده ما بتبقاش عاشت كتير، وبسبب انتشار الأمراض وقتها ماتت وهي 25 سنة. في نفس الليلة بعد ما عرفوا الكلام ده، توم بيلاقي ديانا جاية تخبط على الباب وبتطلب من لانا إنها تنقلها لأي عالم تكون فيه مع مايا، مجرد بس 5 دقايق وهتسيبهم وتمشي. فبتوافق لانا وفعلا بتنقلها العالم تشوف فيه مايا، بس اللي مش مفهوم ان توم مرة واحدة بيلاقيهم اغمى عليهم وشوية ولانا بس هي اللي بتفوق، اما ديانا بتفضل في العالم التاني مع مايا. فبتقول لانا ان تقريبا ديانا هي اللي عملت كده وفضلت في العالم التاني ده باختيارها، وغالبا كده مش ناوية تخرج منه ابدا. فبينقلوها للمستشفى لحد ما يشوفوا هيتصرفوا هما ازاي. المشكلة اننا بنفهم من كلام الدكتور ان ديانا في خطر، ولو فضلت على الحالة دي فترة طويلة القلب والعقل هيقفوا وهي هتموت. علشان كده توم بيخلي لانا تنقله للعالم اللي هي فيه، وهناك بيتكلموا معاها وبيحاولوا يقنعوها ترجع للعالم الحقيقي، لكن ديانا بترفض تماما وبتقول ان السنين هنا بثواني في العالم الحقيقي، فحتى لو هتعيش كام اسبوع هم كفاية بالنسبة لها وعاوزة تقضيهم مع بنتها. فبيضطروا يسيبوها ويرجعوا للعالم الحقيقي. اللي مش مفهوم ان توم لما بيخرج من عندها بيقرر يجرب حاجة معينة، بما انه مهم بالنسبة لاشخاص المستقبل بيقرر يقتل نفسه لانه عارف انهم اكيد هينقذوه ويتكلموا معاه. وبالفعل ده اللي بيحصل بالظبط، بينقلوا لنفس الأوضة اللي كان فيها قبل كده، وهناك سارة اللي خطفت مايا دي بتتكلم معاه، ودي بيقول لها توم يرجعوا كل الأطفال اللي خطفوهم ده وإلا هيفضل يكرر محاولة الانتحار لحد ما ينجح. فبتقول له سارة إنهم حتى لو نفذوا أوامره الخطة هتفشل برضه، وبتتكلم عن عدو ليهم وبتقول إنه ذكي جدا وقدر يعرف خطتهم في الزمن ده ويوقفهم قبل ما يبدأوا أي حاجة. ده كمان العدو ده بينفذ برضه خطة في زمانهم غالبا هتدمرهم، وبتقول له إن سبب نقلهم الأطفال للماضي كانت محاولة يقضوا بيها على عدوهم، لكنهم برضه للأسف فشلوا. علشان كده بتقول لتوم إن هو الأمل الوحيد دلوقت. فبيقول لها توم ترجع مايا والأطفال وهو هينفذ اللي هتقول له عليه. فبتوافق سارة وبيرجع توم لزمنه قدام البيت اللي فيه الأطفال، وجوه البيت ده بيلاقي جواب عليه اسمه، فبياخده وبيطلع يدور على الأطفال واللي فعلا بيلاقيهم كلهم في الدور التاني. فبيودي كل طفل لبيته وبياخد مايا معاه للمستشفى، وهناك بيخليها تتواصل مع ديانا بحيث تطمنها انها رجعت لزمانهم وتقدر تفوق دلوقت. ولحسن الحظ الموضوع بينجح وبتفوق ديانا. اما توم بيفتح الجواب اللي لقاه واللي عليه اسمه واللي بيلاقي فيه حقنة ورسالة، والصدمة ان الرسالة دي بيطلبوا منه فيها انه يقتل إيزابيل. داني في الوقت ده بنشوفه بيتكلم مع حد وبيقول ان جه ميعاد تنفيذ الانتقام، وبالفعل بيبدأ يستخدم قوته اللي مش واضح هي ايه بالظبط. الكارثة اننا بنشوف شون في نفس الوقت بيتصرف بشكل غريب وهو مقتنع ان في جهاز مزروع في المكتب جاي منه الصوت، بس لما ما بيلاقيش حاجة بيبدأ يتجنن اكتر وبيجرح نفسه وهو فاكر ان الجهاز مزروع جوه جسمه. وبتستمر حالته كده كذا يوم لحد ما بيكون اتجنن تماما، واخر حاجة بيعملها هو انه بيخرج على المدرسة الخاصة بالمؤسسة ومن غير ما يقصد بيستخدم قوته على مايا وبيكون على وشك انه يموتها، لولا ان الحراس بيتدخلوا وبيبعدوا عنها في الوقت المناسب. وبعد ما ودوا مايا للمستشفى توم وريتشارد بيروحوا لأوضة شون، وبتيجي إيزابيل هي كمان تطمن عليه، واللي أول ما بيشوفها توم بيتوتر لأنه بيفتكر مهمته. المهم ان الدكتور بيخرج لهم من عند شون يقول لهم ان عنده حالة هلوسة غريبة، وهو مجرد اداله شوية مهدئات لحد ما نام، وبيبقى مستغرب وبيقول لهم ان عمره ما شاف حالة زيه قبل كده. هنا بيبدأوا كلهم يشكوا ان حد من ال 4400 شخص استخدم عليه قوته. علشان كده ريتشارد بيتكلم مع توم وديانا وبيبدأ يحكي لهم كل حاجة من البداية عن داني ومجموعة نوفا، وبيقول لهم انه شاكك ان داني اللي عمل فيه كده لانه حاول يسلمه. ومن كلامهم بنفهم انهم ناويين يودوا شون للمستشفى لحد ما يلاقوا داني ده ويحاولوا يخلوه يعكس العملية. وبعد دقايق من كلامهم بنشوف إيزابيل في أوضتها واللي بتبقى بتاخد شوية من هدومها وخارجة على بره، ومن كلامها مع توبي بنعرف إنها خارجة طارة جماعة نوفا يمكن تقدر توصل لداني وتخليه يعالج شون. اللي مش مفهوم إن توبي بيرفض وبيقول لها إن عندها مهمة معينة. المفاجأة إننا بنفهم من كلامهم إنه عاوزها تخلص على ال 4400 شخص وفهمها إنهم سبب الكارثة اللي هتحصل في المستقبل، ده على عكس كلام بشر المستقبل تماما. وأقنع إيزابيل فعلا إن دي مهمتها وإنها لازم تعمل كده.
غالبا توبي ده من الأعداء اللي سارة كانت بتتكلم عنهم مع توم، بس لأن إيزابيل معجبة بشون بتصمم إنها تخرج تطارد الجماعة وتنقذه، ولأن توبي بيحاول يوقفها بتستخدم عليه قوتها، وفي ثواني بتدمره تماما وبيقع على الأرض ميت. بعدها بتروح لشون المستشفى اللي هو فيها وبتاخده وبتخرج على بره، وفي المؤسسة بيلاقوا جثة توبي في أوضتها، وطبعا ريتشارد بيفهم اللي حصل وإن إيزابيل هي اللي قتلته. وشوية وبيوصل توم وديانا وبيعرفوا اللي حصل هما كمان، وبيعرفوا برضه من المستشفى إن إيزابيل هربت شون، علشان كده بيقرروا إنهم يطاردوها قبل ما تقتل أي حد تاني. في نفس الليلة إيزابيل بتبقى قدرت توصل بقوتها للمكان اللي فيه داني ده بعد ما عذبت وقتلت أغلب أعضاء مجموعة نوفا وخلتهم يتكلموا. قوتها بتجبر داني برضو إنه يعكس تأثير قوته على شون، وبالفعل بينجح الموضوع وشون بيرجع لطبيعته. اللي بيصدم شون إن إيزابيل بتصمم على الانتقام، بتروح لداني تستخدم عليه قوتها وبتجبره بشكل غريب إنه يستخدم قوته على نفسه، وده بيورينا حجم قوة إيزابيل وتقدر تعمل إيه بالظبط. ولأنها شايفة شون مصدوم بتقوله إن دي حاجة بسيطة من قوتها، وإنها كانت مستعدة تقتل مليون شخص علشان تنقذه. ولأن توم وديانا كانوا بيتتبعوها بيبقوا وصلوا للمكان اللي هم فيه، بس لحسن الحظ ريتشارد بيجي معاهم، ودول بيقنعهم إنه يدخل هو يتكلم مع إيزابيل، فبيوافقوا وبيدخل فعلا لوحده يتكلم معاها، وبيطلع إن إيزابيل كانت على وشك إنها تمسحهم بقوتها، لكن ريتشارد بيوقفها وبيقنعها تسلم نفسها، وبيوعدها إنه هيخرجها النهاردة من عندهم. فبتوافق إيزابيل وبتسيبهم يقبضوا عليها، وزي ما وعدها ريتشارد بيخرجها براءة بعد دقايق، بما إن مفيش دليل ضدها يثبت أي حاجة من اللي هي عملته. بس لما بترجع إيزابيل لشقتها بتلاقي توم مستنيها هناك، وبيطلع إنه قرر يواجهها ويعرف ليه بشر المستقبل عاوزين يقتلوها. فبتقوله إيزابيل إن ده غالبا بسبب توبي اللي هي قتلته، واللي كان أقنعها إن مهمتها هي قتل ال 4400 شخص، بس حاليا هي غيرت رأيها، وعلشان تثبت لتوم إنها اتغيرت فعلا بتديله الفرصة إنه يقتلها. لكن توم بيتردد وفي آخر لحظة بيقرر إنه ما يقتلهاش لحد بس ما يتأكد من كلام بشر المستقبل ويفهم هم ليه عاوزين يقتلوها. اللي مش مفهوم هو إننا بنشوف إيزابيل تاني يوم داخلة المبنى تبع المخابرات، وبنعرف من كلامها إن عندها ميعاد مع دينيس. الكارثة إننا بنشوفها دخلت لأوضة مليانة بالعلماء ومعاهم دينيس، ومن كلامها بنفهم برضو إن هي اللي اتواصلت مع دينيس ووافقت إنهم يعملوا عليها تجارب. في نفس الوقت بنشوف توم وديانا مع فرقة داخلين لبيت، وبيطلع إن جالهم معلومات إن جاري اللي هرب منهم موجود هنا، بس لما بيدخلوا للبيت ما بيلاقوهوش هناك، وبيبقى واضح جدا إن حد حذره وهرب قبل وصولهم بثواني. وبعد اللي حصل ده بنشوف 2 محققين رايحين يقبضوا على لانا، ومن كلامهم بنفهم انهم شاكين انها تبع جماعة نوفا، بس لسه مش واضح قوي سبب القبض عليها لحد دلوقت. طبعا توم اول ما بيعرف اللي حصل بيستخدم علاقاته وبيخرجها من السجن، وفي العربية وهم راجعين للبيت بيقول لها انه اكيد هيعرف اللي ورطها، وبيسألها اذا كان اي حد معاه مفتاح مكتبها في المدرسة اللي جوه المؤسسة، لان بيطلع ان المخابرات تتبعوا الاتصال اللي حذر جاري ولقوا انه جاي من مكتب لانا جوه المؤسسة. علشان كده توم بيبقى عاوز يعرف اذا كان حد دخل لمكتبها وعمل الاتصال منه، لكن لانا بتصدمه لما بتقوله ان هي اللي حذرت جاري. طبعا توم في اللحظة دي بيتعصب وبيقول لها انها خانته، فبتقول له لانا ان جاري كان مجرد طالب وحياته بسيطة، بس المخابرات استغلوه ودمروا حياته تماما، علشان كده هي قررت تساعده بحيث ما يتقبضش عليه، وبتأكد له ان جاري خرج من مجموعة نوفا بعد الأحداث الأخيرة لأنه ما قدرش يكون شريك لداني في قتل الأشخاص. فبيقول لها توم ان باللي هي عملته ده دمرت نفسها ودمرته، وكلها مسألة وقت قبل ما ال FBI يتأكدوا ان هي اللي عملت الاتصال. وبعد كلامهم ده لانا بتروح في نفس اليوم لدينيس من غير ما تعرف توم، وبتقرر انها تسلم نفسها بحيث ما تسببلوش مشاكل. وعلى ما بيعرف توم وبيوصل لدينيس بيكون الوقت فات، ودينيس مصدق اصلا قبض عليها علشان يستغلها، بما ان توم اتسبب له في مشاكل كبيرة قبل كده، بيبقى عاوز يضغط عليه بيها ويخليه ينفذ اوامره. وبالفعل توم بيوافق وبيعمل معاه اتفاق سري، توم يسلمه جاري بعيد عن القانون وهو هيسلمه لانا ويمسح قضية موضوع الاتصال ده تماما. علشان كده توم بيروح يتكلم مع لانا وبيوضح لها ان دينيس ناوي ينتقم منه، ولو ما نفذش اللي هو عاوزه ممكن يحبسها باقي حياتها، وبعدها هيدمره هو كمان لحد ما يتفصل من الشغل. هنا لانا بتلاقي نفسها مضطرة انها تساعده، علشان كده قبل ما يمشي بتقوله على عنوان المفروض انها كانت هتقابل فيه جاري،
فبيروح توم على هناك مع ديانا في الميعاد اللي قالت له عليه، وبالفعل بيلاقوا جاري وبيبدأوا هما الاتنين مطاردته لحد ما أخيرا توم بيقدر يمسكه، بس بدل ما بيسلموه بيروحوا بيه للغابة على حدود المدينة، وعلى حسب الاتفاق توم بياخده للمكان اللي حدده دينيس، واللي بيبقى جايب له لانا هو كمان بعد ما مسح القضية الخاصة بيها. وبعد ما تم الاتفاق كل واحد فيهم بيروح يركب عربيته، بس بيبقى واضح على توم الندم وانه مش راضي عن اللي عمله، علشان كده بيغير رأيه وبيبدأ على طول يطارد عربية دينيس، وبمساعدة ديانا بيوقفوهم وبياخدوا منهم جاري تاني. طبعا كل ده مفيش منه اي ضرر قانوني على توم او ديانا، لان اتفاقهم اصلا مع دينيس من الاول مش قانوني، ودينيس كمان كان واخد جاري يعمل عليه تجارب او يقتله لانه حاول يقتله في المستشفى. بس الاكيد ان بعد اللي حصل ده في حرب هتبدأ ما بينهم، واكيد دينيس هيحاول ينتقم، ولان توم عارف ومتأكد من كده بياخد لانا وجاري لحدود البلد بحيث يعدوا لكندا ويستخبوا هناك فترة لحد ما الامور تهدى بس ويبقوا يرجعوا تاني. وفي المؤسسة بنشوف إيزابيل بتتكلم مع شون وريتشارد، واللي بتفاجئهم لما بتقول إن هي وشون المفروض يتجوزوا، دي كمان بتبقى خططت للفرح وكل حاجة، وبتقول لشون إنهم يعتبروا أقوى اتنين على وجه الأرض فلازم يكونوا مع بعض، وبنبرة فيها تهديد بتقول إنها لسه ما سيطرتش على قوتها، ووجود شون معاها كويس لأنه هياخد باله منها، لأن بعد ما قتلت كل جماعة نوفا حاسة إنها عاوزة تستخدم قوتها تاني. وبعد ما إيزابيل سابتهم ومشيت هما الاتنين ما بيبقوش عارفين يتصرفوا ازاي، وريتشارد بيقول ان بنته اتغيرت بشكل غريب لدرجة انه ما بقاش عارف هي بشرية زيهم ولا لا، وقلقان انهم لو ما نفذوش اوامرها تنفذ هي تهديدها، علشان كده بيقول لشون ان الحل الوحيد دلوقت هو انه يوافق ويتجوزها بحيث يراقب تصرفاتها واستخدامها لقوتها لحد ما يشوفوا حل يوقفوها بيه او هي ترجع لطبيعتها تاني. فبيضطر شون انه يوافق على الرغم انه اصلا بقى خايف منها. في الناحية التانية في الغابة بنشوف الدكتور كيفن بيجري واشخاص بيطاردوه، وواضح كده ان التجارب اللي بيعملها على نفسه اثرت عليه وشكله اتغير تماما، وللاسف الاشخاص اللي بيطاردوه بيقدروا يمسكوه وبياخدوه معاهم، ودول بيفضلوا يستجوبوه ويسألوه اذا كان حقن اي حد تاني بالبرومايسين، لكن كيفن بينكر وبيقول انه ما حقنش الا نفسه. ومرة واحدة بعد ما خلصوا تحقيق معاه بيضربوه بالنار وبيخلصوا عليه، وبياخدوه معاهم في العربية المعمل تبعهم علشان يدرسوه، لكن لما بيوصلوا للمعمل وبييجوا يخرجوا جثته بيلاقوه اختفى، وبيطلع ان كيفن جسمه عالج نفسه بسبب قوته الجديدة وقدر يهرب منهم من غير ما ياخدوا بالهم. تاني يوم بعد ما هرب منهم بنشوفه في بيت على حدود المدينة، وهناك بتدخل واحدة تتكلم معاه اسمها تيس، ودي من ال 4400 شخص وعارفة بموضوع التجربة اللي بيعملها كيفن، وهي بتساعده حاليا وبتوفر له حقن البرومايسين من دمها. وعلى الرغم من اللي حصل لكيفن وحالته دي إلا إنه بيصمم يكمل التجربة لحد ما جيناته تتغير بالكامل ويبقى زيه زي أي شخص من ال 4400. اللي مش مفهوم هو إننا بنشوف ديانا بتصحى في نص الليل بشكل غريب، وبيطلع إن تيس دي مسيطرة عليها ودي قوتها، ودي بتاخدها معاها للبيت اللي فيه كيفن، والكارثة إنه بيبدأ يحقنها بالبرومايسين. وتاني يوم بعد اللي حصل ده وديانا في طريقها للشغل مع توم بتنام في العربية، وحتى توم بيبقى ملاحظ انها تعبانة وبيقول لها تاخد اجازة، لكنها بترفض لان جالهم معلومات عن اختفاء كيفن، وهم حاليا بيراقبوا تيس لانها كانت بتساعده في معمله قبل كده، وبالفعل بيفضلوا يراقبوها لحد ما بيوصلوا للبيت اللي كيفن مستخبي فيه. كل ده وديانا مش فاكرة اصلا انها جت لهنا امبارح. المهم انهم بيدخلوا للبيت وبيبدأوا يتكلموا مع كيفن، وده بيقولوا له يسلم نفسه وهم هيحاولوا يساعدوه، لكن كيفن بيرفض وبيقول ان في ناس من الحكومة بيحاولوا يقتلوه، ولانه عاوز يهرب بيخلي تيس تسيطر على ديانا واللي بترفع مسدسها على توم غصب عنها، وساعتها كيفن وتيس بيقدروا يهربوا من المكان بكل سهولة. الغريبة ان كيفن تاني يوم بشكله ده بيروح لمطعم وبيظهر نفسه كأنه عاوز الناس تشوفه، وبالفعل ده اللي بيحصل وبيجي بلاغ لتوم بمكانه، علشان كده بيتجه على طول مع فرقة على هناك. تيس بقى بتبقى مستنية قدام مقر الأمن ومعاها صورة لدكتورة، وبعد ثواني بنشوف الدكتورة اللي في الصورة دي بتفوق ديانا في المستشفى، ده بعد ما كانوا حجزوها لأن حالتها اتدهورت. وعلى ما بيوصل توم للمطعم كيفن بيكون اختفى، وبيطلع ان كل ده كان خطة من الاول علشان يبعدوا توم عن ديانا، وتيس تتحكم في الدكتورة وتخليها تساعدها انها تخطفها. ولما بيرجع توم للمقر بيشوف كاميرات المراقبة وبيفهم اللي حصل، وبيفهم برضو ان سبب تعب ديانا هو ان كيفن اكيد بيحقنها بالبرومايسين. وجوه مسرح قديم تيس بتبقى وصلت لكيفن اللي مستخبي هناك ومعاها ديانا،
ودول بيبقى معاهم شخص كمان تيس كانت مسيطرة عليه علشان يساعدهم. وبعد ما مشي الشخص ده، ديانا بتتكلم مع كيفن وبتقوله ان اللي بيعمله ده هيتسبب في موته، وحقنه ليها هي كمان هيخليها تموت. لكن كيفن بيرفض وبيقول لها ان المصل عاوز مجرد شوية وقت، وبيقرر انه يحقن نفسه بحقنة كمان على الرغم من حالته. ولما بيرجع الشخص اللي كانت مسيطرة عليه تيس للبيت بيفوق، وبيطلع ان ديانا قدرت تحط في جيبه ورقة فيها عنوان المسرح المهجور وتطلب المساعدة. وبعد دقايق وتيس بتتكلم مع ديانا بتحس انها مش قادرة تتحرك، وبيطلع ان توم والفرقة وصلوا للمكان وضربوها بمخدر. وعلى الرغم انهم متحصرين الا ان كيفن بياخدها وبيحاول يهرب، وفعلا لما بيخرج من الباب بيلاقي قدامه اكتر من محقق. هنا بيقرر انه يحقن تيس بحقنة برومايسين، واللي بيعزز قوتها وبيخليها تقدر تسيطر على المحققين، وبسهولة بيمشوا من وسطهم من غير ما اي حد يوقفهم. طبعا توم بيرجع مع الفريق للمقر، وديانا بتروح للمستشفى، وبينشروا صور لتيس وكيفن ان مطلوب القبض عليهم في كل مكان. المفاجأة ان كيفن بيطلع كان عنده حق في كل اللي قاله، ومع اخر حقنة من البرومايسين شكله رجع طبيعي تماما، بس طبعا مع قوة خارقة واللي هي الاستشفاء. ولسه ما بيبقاش واضح لينا مصير ديانا اللي في المستشفى. ريتشارد بقى بعد اللي حصل بنشوفه أخيرا بيستخدم قوته، وغالبا بيدرب نفسه بسبب تصرفات إيزابيل الغريبة وتهديدها ليهم آخر فترة. إيزابيل بقى بنشوفها لتاني مرة في المعمل اللي تبع دينيس، وبنعرف إن العلماء هناك بيسحبوا منها البرومايسين، لكن طبعا بكميات كبيرة بسبب قوتها الرهيبة. وبيطلع إنهم حرفيا بسببها مليين مخزن كامل بالبرومايسين، وغالبا دينيس والحكومة ناويين يستخدموه في تجارب زي ما كيفن استخدمه على نفسه. شون بقى في الناحية التانية بيبقى بيستقبل هدايا جوازه، بما ان ايزابيل خلاص نشرت الاخبار في كل مكان. وهدية السيجار دي بتبقى من شخص من ال 4400، وقوة الشخص ده بتبقى غريبة شوية. والقوة دي هي انه لو لمس اي حاجة وشخص كلها او شربها او حتى تنفسها زي السيجار يشوف لقطات من مستقبله. في نفس الوقت توم وديانا بيبقوا رايحين يحققوا في بلاغ، والبلاغ ده بيبقى عن جثة في الغابة شكلها غريب، والأغرب إن بيبقى متعلق عليها رقم. طبعا بينقلوا الجثة للمشرحة، والدكتورة المسؤولة بتقول لهم التفاصيل. واللي ما بيبقاش مفهوم بالنسبة لهم إن وقت الوفاة كان من حوالي 16 ساعة. هنا بيفهموا إن أكيد حد من ال 4400 شخص هو القاتل، وعنده قوة غريبة إنه يحلل الجثث بالشكل ده. بس لما بيخرج توم وديانا يعملوا بحث سريع عن ال 4400 شخص ما بيلاقوش أي حد فيهم متسجل إن دي قوته. وبما إنهم بيتكلموا عن ال 4400 شخص بتيجي سيرة شون، وتوم بيقول إنه حاسس إن في حاجة غلط بتحصل. علشان كده قبل ما يكمل تحقيق في القضية بيقرر إنه يروح يتكلم مع شون بنفسه. وزي ما توقع بيفهم من كلام شون إنه أصلا مش عاوز يتجوز إيزابيل، وبيقول له إنه مضطر يعمل كده، بس ما بيوضحلوش السبب، وبيقول له ما يتدخلش وهو هيتصرف. وبعد ما خلصوا كلامهم توم بيروح لمكان بلاغ جديد، جثة جديدة بنفس حالة الجثة اللي لقوها من كام ساعة، وبرضه عليها رقم بس المرة دي مختلف. ولأن الجثث بدأت تزيد في المدينة توم بيقول إنهم لازم يلاقوا حل. وبنرجع لشون اللي بيبقى قاعد مع نفسه بعد تجهيزات الفرح، ولأنه قلقان من إيزابيل بيقرر يستخدم السيجار، وبالفعل بيبدأ يشوف لقطات من المستقبل. بيبقى قدامه ريتشارد حالته متدهورة وعلى وشك انه يموت، وبيقول انهم كانوا قريبين جدا من قتلها وانقاذ العالم. الصدمة ان شون في المشهد ده بيقتل ريتشارد بقوته، وبسبب كده بيرجع للواقع مصدوم ومرعوب من اللي هو شافه. وجوه مقر الامن توم وديانا بيبقوا داخلين يتكلموا مع ماركو، واللي بيقول لهم انه اخيرا لقى دليل، بصمة على خاتم واحد من الضحايا تخص شخص اسمه دارين بيرسال. المفاجأة الاكبر من كده انه كان في الجيش والمفروض انه ميت. فبيروح توم هو وديانا يتكلموا مع والد دارين، واللي بيأكد على كلام ماركو ان ابنه مات في الجيش. بيقول انه قبل ما يموت كلمه يقول له انه هيتنقل لوحدة خاصة، وحدة امان بعيد عن الحرب والخطر. لكنه بعد اسبوعين اتصدم بتليفون جايله من الجيش بيقول له ان ابنه مات، وده حصل في حادثة طيارة هليكوبتر هو و6 من اصحابه. هنا الاب بيقول انه كان عارف ان الجيش بيكذب، لان نوع الطيارة الهليكوبتر اللي قالوا له عليها مستحيل تاخد 7 جنود. فبيخرج توم وديانا من عنده وهم مقتنعين ان دارين انضم لبرنامج تدريب سري. وخلال ما هم رايحين للعربية بيجي بلاغ لتوم بوجود جثة تالتة، وبنرجع لشون وهو بيتكلم مع ريتشارد، واللي المفروض ان فرحه خلاص هيبدأ بعد كام ساعة.
لكنه بيقول لريتشارد على اللي هو شافه، وبيقول انه مستحيل يسمح لإيزابيل انها تحوله لقاتل، علشان كده هيهرب ومستحيل يتجوزها. وبالفعل بعد ما هرب وبعد عن المؤسسة تماما بيستخدم السيجار تاني، بحيث يشوف هروبه ده غير المستقبل لإيه بالظبط. وعلى عكس ما توقع، الكارثة والدمار بيبقوا زادوا أضعاف، حتى ان توم بيكون خلاص بيموت تحت ايده، وبيطلب منه يسيبه يموت لان عيلته كل اللي يعرفهم ماتوا. وبيقول له كمان يحاول يوقفها وينقذ اشخاص على قد ما يقدر. طبعا شون بعد اللي شافه ده بيغير رأيه تماما، واول ما بيفوق بيجري على المؤسسة قبل ما ايزابيل تلاحظ انه اختفى. اما ماركو بيبقى بيحقق هو وديانا في موضوع الجثث، واخيرا بيلاقوا علاقة ما بينهم كلهم، والعلاقة دي هي قضية مشتركة كانت مرفوعة على شركة ادوية، وكلهم كسبوها والمفروض هياخدوا تعويضات بملايين. وبنعرف ان الشركة عن طريق الغلط اتسببت لهم بطفرة جينية. المفاجأة بقى ان الشركة دي بتطلع تبع المخابرات، وزي ما توقعتوا فعلا مديرها بيطلع هو دينيس. علشان كده توم وديانا بيروحوا للشركة يتكلموا معاه، وده بيواجهوه بموضوع دارين وفريقه، وبيقولوا له انهم عارفين انه بدأ تجارب بالبروميسين على الجنود، واكيد بمساعدة الجيش بيحاول ينتج جنود خارقين. لكن دينيس طبعا بينكر تماما وبيقول لهم انه لسه متعين هنا، بس من خلال كلامه معاهم توم بيقدر يوقعه، وبيخليه يعترف بشكل مش مباشر ان التجارب دي بدأت فعلا. لكن لتاني مرة دينيس بيلحق نفسه وبينكر، ولما بيمشي توم وديانا من عنده وفي طريقهم للمقر شخص بيوقفهم، وده بيقول لهم ان اسمه جون وكان صاحب دارين واتطوع معاه في نفس البرنامج السري، وهو جاي يتعاون ويقول لهم كل حاجة عن الموضوع. فبيتكلموا معاه وبيتأكدوا من كل شكوكهم، وبيقول لهم جون ان بعد حقنهم اكتر من مرة نصهم بدأ يتجنن، واللي اتجننوا دول بدأوا في القتل بشكل غريب حتى الدكاترة المسؤولين عنهم. والمشكلة ان القادة والمسؤولين ما وقفوش البرنامج ولا عملوا اي حاجة، علشان كده هو هرب وعاوز يوقف البرنامج ده واصحابه باي شكل. وبيقول لهم على معلومة كمان عرفها من العلماء في الجيش، وهو ان الاشخاص اللي كانوا رافعين قضية عندهم طفرة جينية غريبة، ونفس الاشخاص دول لو اتجوزوا حد من ال 4400 شخص هيخلفوا اطفال عندهم قوة خارقة. وبعد كل المعلومات دي بيرجعوا لدينيس وبيعرفوه ان معاهم واحد من جنوده اسمه جون، وده تحت حمايتهم ومخبيينه حاليا. وجون ده مستعد يطلع على التلفزيون والصحافة ويفضح كل حاجة، ده لو هو موافقش يتعاون معاهم علشان يوقفوا دارين. فبيضطر دينيس انه يوافق غصب عنه، وبيديهم ملف فيه كل حاجة عن الموضوع، ومن الملف ده بيعرفوا ان دارين مستخبي في مكان في الغابة. فبيكون توم فرقة وبيخرج على هناك يطارده هو وديانا، وفجأة وتوم بيطارده بيجي دارين من وراه يهاجمه، ولما بينزلوا للنهر توم بيحاول يبعده عنه بحيث ما يستخدمش عليه قوته دي ويقتله، بس لأن الموضوع صعب توم بيضطر يغرقه وخلاص. المشكلة ان جون الشاهد اللي كان معاهم بيبقى مات هو كمان في المطاردة. ولما بيرجعوا للمقر توم بيتكلم مع ديانا وبيقول لها ان معاهم أدلة كفاية يفضحوا بيها المشروع، لكنهم بيتفاجئوا ببيان عاجل من الجيش واللي بيعلنوا فيه هم بنفسهم عن البرنامج، وكمان بيظهروا الجنود اللي بيعملوا عليهم التجارب، وبيبرروا ده بان اكيد في دول غيرهم بتسعى لكده، فلازم يكونوا هم كمان مستعدين وعندهم جنود بقوة خارقة. شون بقى لتالت مرة بيقرر يستخدم السيجار، والمرة دي الذكرى اللي بيشوفها بتبقى مختلفة شوية ومفهومة أكتر. العالم بيبقى متدمر وبيولع وهو داخل يتكلم مع ريتشارد، واللي بيلوموا انه كون جيش من ال 4400 شخص وبدأ حرب دمر بيها العالم. فبيقول له ريتشارد انهم كانوا كده كده هيهاجموهم ويقتلوهم، واضح كده اننا كنا فاهمين غلط في البداية، وتقريبا شون وإيزابيل هما الخير في القصة، بس لسه برضه مش واضح الأسباب اللي أدت للمشاكل دي كلها. وبعد كام ساعة بيجي ميعاد الفرح وكل حاجة بتبقى ماشية طبيعي وتمام جدا، لحد ما مرة واحدة من وسط المعازيم بيظهر جوردان، واللي بيسأل شون إذا كان يعرفه أو فاكر هو مين. اللي مش مفهوم هو إن جوردان زي ما ظهر فجأة بيختفي برضه فجأة، وطبعا شون بيجري وراه هو وتوم وبيحاولوا يلاقوه، لكن على ما بيخرجوا بره بيكون هرب، وطبعا بسبب كده شون بيلاقي فرصة إنه يأجل الفرح. أما توم أول حاجة بيعملها هي إنه بيروح لابنه كايل، واللي بيطمنه إن جوردان لسه عايش، وبيوعده إنه هيلاقيه قريب وهيخرجه من هنا،
علشان كده بيروحوا على طول مع شون وديانا يدوروا عليه. بيدخلوا لكل الفيلل والشقق اللي ملكه لكنهم ما بيلاقوهوش هناك، وفي واحدة من الفيلل بيلاقوا شوية ورق بخط ايده، فبيرجعوا بالورق ده للمقر وماركو بيأكد لهم ان ده خط جوردن. الكلام بقى اللي هو كاتبه بيكون غريب جدا، بيتكلم عن مدينة في المستقبل محصنة بأسوار عالية، والمدينة دي هي المكان الوحيد اللي يصلح للحياة في العالم. علشان كده بيبقى كاتب ان النخبة او اعلى فئة في المجتمع هم اللي حاكمينها، واغرب حاجة كاتبها هي ان الحرب هتقوم في الماضي علشان تنقذ المستقبل. فبيخرجوا لتاني مرة يدوروا على جوردن وبيعرضوا صورته في كل الشوارع، وبالصدفة شوية مشردين بيتعرفوا على الصورة، والمفاجأة ان جوردن بيبقى زي شخص واعظ ومهم بالنسبة لهم. دول حتى بيبقوا راسمين له كمان صورة على الجدران. وفي السجن عند كايل بيبقى خارج للزيارة، لكنه بيتفاجئ ان اللي جاي يتكلم معاه هو جوردن، واللي بيبقى ماسك ورقة جورنال في ايده عن خبر وفاته، وبيسأل كايل اذا كان فعلا هو اللي قتله. طبعا هنا كايل بيبدأ يصرخ ويقول انه بريء، وان اللي هو متهم بقتله ده قاعد قدامهم. فبيدخلوا كايل للسجن، وبيجي توم وديانا يحققوا مع جوردن. ومن كلام جوردن واضح انه ناسي كل حاجة عن نفسه حتى اسمه، كل اللي فاكره هو احداث بيقول انه عاشها لمئات او الاف السنين، احداث شاف فيها ملايين الجثث بتملى الشوارع والانهار. فبيقولوا له ان اللي بيتكلم عنه ده ما حصلش، وصعب انهم يصدقوه لانه اصلا اختفى او اتقتل من مجرد سنة. ولانهم عاوزينه يفتكر اللي حصل، توم بيكلم لانا، واللي بيخليها ترجع للبلد بعد ما رتب انها تكون في امان. وعلى طول لانا بتدخل تستخدم قوتها على جوردن، وبتبدأ تعرض له ذكرياته من البداية علشان يفتكر اللي حصل. ولحسن الحظ الموضوع بينجح، وجوردن بيفتكر كل حاجة، وبيقول كمان انه دلوقتي عارف ليه بشر المستقبل رجعوهم لهنا. فبيقولوا له يعرفهم هم كمان ايه الكارثة اللي هتحصل، لكن بما ان جوردن افتكر ورجع لطبيعته بيرفض، وبيقول لهم انه هيعمل اجتماع صحفي في المؤسسة وهيعرف العالم كله باللي هيحصل مش هم بس. لكن نينا بترفض انه يخرج، وده طبعا بيعصب توم، لان بخروج جوردن للعالم ابنه كايل هو كمان هيخرج براءة. فبتعتذر له نينا وبتقول له ان ده مش قرارها، وان المسؤولين والقادة في الجيش هم اللي قرروا انه يفضل عندهم. وبسبب كده توم بيعمل اجتماع سري مع شون وريتشارد، واللي بيقولوا لتوم ان جوردن لازم يخرج حالا، ده والا هيبداوا حرب معاهم مستحيل البشر يكسبوها. فبيقول لهم توم ان مفيش اي داعي للحرب، وبيديهم صور لجوردن من كاميرات المراقبة، وبيقول لهم يعرضوها للعالم كله، وبالتالي الحكومة هيضطروا انهم يحرروه غصب عنهم. وفعلا توم بيبقى عنده حق، لان بعد دقايق من عرضهم للصور دي المظاهرات بتنتشر في كل المدن والشوارع، وبسبب كده بيضطروا يحرروا جوردن بالظبط زي ما قال. وبالتالي كايل بياخد براءة وبيخرج من السجن، وتوم بيبقى في استقباله وبياخده وبيرجعوا على البيت. جوردن بقى بعد رجوعه للمؤسسة بيقابل إيزابيل، وطبعا هو فاكر اللي حصل وازاي كدبت عليه وهي طفلة، وحتى هي كمان بتبقى فاكرة وبتعتذر له، وبتقول له انها دلوقتي من ضمن اتباعه وهتنفذ كل اوامره بعد كده. هنا جوردن بيصدمها لما بيقول لها تخرج من المؤسسة حالا، وبيقول لها انها عدو ل 4400 شخص، وهتفضل عدوتهم لحد ما الحرب تقوم وينتصروا عليها. الغريبة ان على الرغم من قوة ايزابيل الا انها مش بتقدر تعمل له اي حاجة، مجرد بتنفذ اوامره وبتسيبه وتمشي. وكالعادة بتروح الشركة عند دينيس يسحبوا منها البرومايسين، ولسه مش واضح بالظبط ليه ايزابيل بتعمل كده. اللي مش مفهوم هو اننا بنشوف المحققين كلهم مغمى عليهم في مقر الامن، وحتى حراس السجن الخاص بيهم مغمى عليهم. والكارثة ان ابواب السجن بتتفتح وبيتحرر كل اعضاء جماعة نوفا اللي كانوا سجنوهم، وبعد هروب المساجين كل المحققين بيفوقوا وبتبدأ التحقيقات. وكلام المحققين كله بيبقى واحد، بيقولوا ان كل حاجة كانت طبيعية لحد ما حسوا بتعب واغمى عليهم. فبيتكلم توم مع نينا وبيقول انه مستحيل يكون واحد من مساجين ال 4400، وده لانهم حقنوهم بمانع البرومايسين وعطلوا قوتهم. علشان كده بيبقوا متأكدين ان شخص او مجموعة هاجموا المقر وهربوهم. واول شخص بيفكر فيه توم وديانا بيبقى دينيس، بسبب تصرفاته الاخيرة بيروحوا يتكلموا معاه ويواجهوه، لكن دينيس بينكر وبيقول لهم ان جماعة نوفا اصلا بيكرهوه، وحتى حاولوا انهم يقتلوه قبل كده. وخلال ما هم بيتكلموا بيتفاجئوا بإيزابيل وراهم، واللي بتقول لدينيس انها امنت المبنى بالكامل، ولو اي حد من جماعة نوفا حاول يقرب هتدمره.
طبعا اخبار ايزابيل دي بتوصل لشون من توم وبيوصلها لريتشارد، وبسبب كده ريتشارد بيتضايق من جوردن وبيفكر ان طرده لايزابيل هو اللي خلاها تلجأ لدينيس، ما يعرفش انها اصلا راحت بنفسها لدينيس وبتتعاون معاه من زمان. علشان كده بياخد شون وبيروحوا يتكلموا مع جوردن وبيقولوا له على اللي حصل وانه ما كانش المفروض يطردها، وبيشرحوا له مدى قوتها وانهم لو دخلوا في حرب معاها هيخسروا، ده غير كمان تهديد جماعة نوفا اللي هربوا واللي هيبدأوا يستهدفوهم. فبيقول له جوردن ما يقلقش وانه اهتم بكل حاجة، وبيطلع انه اتحالف مع جماعة نوفا وواحد منهم معاه في المكتب، ده كمان بيصدمهم لما بيقول انه تعب على ما هربهم، ولانهم مش مستوعبين اللي بيقولوا بيبدأ جوردن يشرح لهم خطته، بيقول لهم انه بيكون جيش وان جماعة نوفا هيكونوا تحت سيطرته على عكس الفترة اللي فاتت لما كانوا بيتصرفوا من نفسهم. ده كمان بيعرفهم ان ايزابيل بتتعاون مع دينيس بقالها فترة قبل ما يطردها، وواضح ان ريتشارد بعد موضوع ايزابيل ده بدأ يقتنع بكلامه، حتى انه كمان بيبدأ يقنع شون وبيقول له ان الكل بيستعد للحرب فلازم هما كمان يكونوا مستعدين، وبالفعل بيبقى عنده حق في كلامه، وده لاننا بنشوف عدد الجنود الخارقين في الجيش بيزيد، وحتى ان دينيس بيتكلم مع العالم المسؤول وده بيقول له انه هيقدم له جنود اكتر الفترة الجاية ومحتاجوا يحولهم كلهم في اسرع وقت ممكن مهما كانت الخسائر حتى لو مات كام جندي في التجارب. في نفس الليلة لما بيرجع توم للبيت بيبدأ يتكلم مع لانا عن اللي حصل، وبيقول لها ان لحد دلوقتي مش قادرين يعرفوا مين في ال 4400 شخص اللي عمل كده. فبتقول له لانا ان في المدرسة اللي في مؤسسة جوردن عندها طالب عنده نفس القوة اللي بيتكلم عنها، طالب كل ما يدخل للمكان كل الاشخاص الموجودين يحسوا بالصداع وان هيغمى عليهم. طبعا توم لما بيعرف كده بيروح مع ديانا تاني يوم للمؤسسة وبيسألوا عن الطالب اللي قالت عليه لانا واللي اسمه مايكل، فبيقول لهم شون انه مجرد طفل عنده 16 سنة. شون بيحاول يبعد الشكوك عن المؤسسة بما انه عارف الحقيقة، بس بيسمح لهم برضه يتكلموا مع الطلبة بحيث يبان انه بيتعاون معاهم. بعدها بيروح يعرف جوردن بوجود توم وديانا وبيتأكد من جوردن انه فعلا استخدم مايكل في خطته، علشان كده شون بيبدأ يرفض اللي هو بيعمله، فبيقول له جوردن انه اضطر يعمل كده لانهم هيعملوا هجوم قريب. بيعرفوا ان دينيس بيدير مشروع سري بمساعدة ايزابيل وهم هيهاجموا المشروع ده ويدمروه تماما، وبعدها هيخلصوا على الجنود واي عالم او مسؤول في المكان. وبعد ما جوردن خلص كلام معاه بنشوفه رايح للمكان اللي فيه كيفن واللي بيبقى عارف مكانه هو وتيس بمساعدة جماعة نوفا، ودول بيقول لهم انه محتاج مساعدتهم في المرحلة الجاية ولازم ينضموا له. والتاني مرة شون بيروح يتكلم مع ريتشارد بيبقى عاوز يقنعه انه يقف معاه ضد جوردن، لكن في المرحلة دي ريتشارد بيبقى خلاص موافق على كل حاجة وبيردد نفس الكلام اللي قاله لشون في احداث المستقبل اللي شافها، واللي هو ان الحكومة بمساعدة ايزابيل كده كده هيهجموا عليهم. هنا شون ما بيلاقيش قدامه حل غير انه يروح يتكلم مع توم واللي بيحكي له كل حاجة بداية من موضوع تهريب المساجين، وبعد اعترافه ده توم وديانا بيروحوا يستجوبوا جوردن، فبيقول لهم جوردن انه اكيد مش مجنون علشان يهاجم الجيش وان مهما كانت قوته هو واتباعه اكيد يعني مش هيقدر يتغلب عليهم، وبيقول لشون ان كل اللي قاله له ده كان مجرد اختبار ثقة ومن الواضح انه فشل فيه. وللأسف ريتشارد هو كمان بيأكد على كلام جوردن وبيقول ان شون كان في الفترة الأخيرة تعبان شوية ومش على طبيعته، بس على الرغم من كده إلا ان توم وديانا بيروحوا لدينيس يحذروه، فبتقول لهم ايزابيل بكل ثقة ما يقلقوش وانها اكيد هتكون مستنياهم لما يوصلوا. وكمان دينيس بيقول ان الهجوم ده هيكون لصالحهم لان بعد ما يصدوا الهجوم هيبدأوا يطاردوا ال 4400 شخص وهيبقى معاهم الحجة انهم خطر وان هم اللي هجموا عليهم الاول. وبعد كام ساعة بنشوف دينيس داخل يتكلم مع العالم المسؤول واللي بيقول له على موضوع الهجوم اللي ممكن يحصل، علشان كده بيديله امر بنقل كل البرومايسين لمكان آمن. المفاجأة بقى انه عملية النقل شغالة، دينيس لما بيظهر في الكاميرات ما بيطلعش دينيس، بيطلع نفس الشاب من جماعة نوفا اللي بيقدر يغير شكله، واول ما بتتفتح الابواب بيبقى قدامهم كيفن وتيس وريتشارد هم كمان مشاركين في الخطة. وبعد العملية ما تمت دينيس بيجيب توم وديانا للمخازن وبيقول لهم ان كل اللي حصل وحتى تحذيرهم ليه كان خدعة من جوردن، وغالبا عمل كده علشان يتتبعهم ويسرق المكان. وعلى ما بيرجع توم للبيت بيلاقي ابنه كايل بيلم هدومه وبيطلع ان جوردن اتواصل معاه واقنعه انه ينضم له ويكون ضمن المؤسسة، وعلى الرغم من محاولة توم انه يغير رأيه الا ان كايل بيرفض وفي الاخر بيودعه وبياخد شنطته ويمشي. وفي المخازن عند جوردن بنشوف كل كمية البرومايسين اللي سرقها، وعلى عكس ما توقع دينيس جوردن بيقول انهم مش هيدمروه وبيصدمهم لما بيقول انه هيوزع الحقن على الناس،
جوردان ذكي جدا وعاوز يجمع أتباع وجيش في أسرع وقت ممكن، وبالفعل بعد كام ساعة بيصوروا فيديو لواحدة مش من ضمن ال 4400 وهي بتحقن نفسها. وطبعا الفيديو ده بيوصل للأمن وبينتشر في كل مكان، واللي في الفيديو بتقول إن المصل هيتوزع في الشوارع قريب. فبيفهم توم خطة جوردان وإنه بدأ يستخدم البروميسين اللي هو سرقه، وبيبقى متوقع إن الناس هتنضم له بأعداد كبيرة، علشان كده بياخدوا فرقة وبيروحوا يفتشوا المؤسسة. لكن طبعا جوردان بيبقى عامل حسابه وما بيلاقوش أي حاجة هناك، وحتى جوردان بيقول لهم إنه اتفاجئ زيه زيهم وإن ملوش أي علاقة بسرقة البروميسين ولا الفيديو اللي انتشر. فبيروح توم يتكلم مع شون يمكن يقدر يساعده، لكن المرة دي شون بيبقى غير رأيه تماما. واضح إن جوردان اتكلم معاه وقدر يقنعه يغير رأيه. وعلى عكس توم، دينيس بيبقى بيتفرج على الأخبار وهو مبسوط ومقتنع هو كمان إن اللي بيحصل ده لصالحهم هما. ولما بيرجع توم مع ديانا للمقر بيبدأوا يدوروا في أملاك جوردان لحد ما بيلاقوا فيلا مستخبية كده على حدود المدينة، فبيقرروا إنهم يروحوا لهناك يمكن يلاقوا البروميسين. في الوقت ده أول واحدة حقنت نفسها حالتها بتبقى اتدهورت، وبالصدفة تيس بتشوف الجنود داخلين للمكان، فبتحذر كيفن وشون، لكن شون بيرفض يهرب قبل ما يعالج اللي بتموت. وبسبب كده توم والجنود بيوصلوا له وبيقبضوا عليه، وبرضه اللي كان بيحاول يعالجها دي بتموت. وفي التحقيق توم بيقول لشون يتعاون معاهم، ده وإلا الموضوع هيخرج من إيده وهيتحبس للأبد. لكن على عكس المرة اللي فاتت شون بيرفض إنه يتكلم نهائي، وبسبب القبض على شون ريتشارد بيقول لجوردان في المخزن إنهم لازم ينقلوا البروميسين. فبيقول لجوردان إن شون خانه مرة، بس هو متأكد إنه مستحيل يخونهم تاني، واللي هم لازم يعملوه دلوقتي هو إنهم يبدأوا التوزيع في أسرع وقت ممكن، بحيث حتى لو وصلوا لهم بعد كام يوم يكون المخزون كله انتهى. لكن ريتشارد بيرفض وبيقول له ان المصل قتل اللي حقنت نفسها بيه، واكيد في ناس كتير زيها هيموتوا برضه، وعلشان كده بيستخدم قوته وبيبدأ يدمر جرعات البروميسين. لكن قبل ما يدمرها كلها تيس بتسيطر عليه بقوتها. وبعد انتشار اخبار القبض على شون بنشوف دينيس في مقر الامن، وده بيبقى جاي ومصمم ان هو وجنوده اللي يمسكوا التحقيق، ولان التجارب اللي بيعملها تبع القاده اصلا نينا بتضطر انها توافق. والمفاجاه ان اللي بيدخل يحقق مع شون هي ايزابيل، وفي كاميرات المراقبه توم بيشوفها وهي بتستخدم عليه قوه غريبه، علشان كده بيبدا يهاجم جنود الجيش وبيجري يحاول يلحقه. لكن للاسف على ما بيوصل له شون بيكون خلاص على وشك انه يموت، فبينقلوه للمستشفى ولحسن الحظ بينقذوه في اخر لحظه، لكنه برضه بيفضل في غيبوبه ما بين الحياه والموت. وبعد اللي حصل بنشوف توم بيخرج الحقنه اللي خدها من بشر المستقبل، وبيقول للانا انه غبي وانه كان المفروض ينفذ المهمه من زمان. وبما ان ايزابيل دخلت لعقل شون بتبقى عرفت مكان المخزن، وبالفعل وصلت بجنود الجيش على هناك، لكنهم برضه مش بيلاقوا كميه البروميسين كلها. الغريبة في الموضوع هو انهم بيلاقوا جوردان مستنيهم، وده من غير تفاهم ايزابيل بتستخدم عليه قوتها. بس المفاجأة ان الجنود لما بيختبروا البروميسين بيقولوا انه مش بروميسين اصلا، وبيطلع ان جوردان كمان هو نفسه الشاب اللي بيتحول من جماعة نوفا، وده مرة واحدة بيضغط على زرار تفجير وبينسف المخزن باللي فيه. وعلى الرغم من شدة الانفجار إلا إننا بنشوف إيزابيل خارجة عادي، ودي بتحكي لدينيس اللي حصل وبتقوله إن كل جنوده ماتوا، ولأنها حست إن جوردان بيستهزأ بيها بتتعصب وبتقرر إنها تروح للمؤسسة نفسها تدمرها بكل اللي فيها. جوردان في الناحية التانية بيبقى بدأ يوزع البروميسين، ودلوقتي بس بنفهم سبب قربه من المشردين وليه كان بيتعامل معاهم كويس. بما إن حياتهم متدمرة فهو عارف إنهم هيقبلوا منه أي حاجة. وبعد وصول إيزابيل للمؤسسة بنشوف الناس خارجين يجروا، واللي بعد ما خلصت على الحراس بتدخل على مدرسة الأطفال، بس لسه مش واضح هي ناوية تعمل إيه معاهم. المهم إن مايا بتوقفها وبتقول لها إن خطتها مش هتنجح، ومرة واحدة ديانا بتدخل للمكان تضربها بالنار، وتوم بسرعة بيحاول إنه يخلص عليها بالحقنة، لكن للأسف إيزابيل بتطيره بعيد عنها، وبعدها بتطير ديانا هي كمان وبتروح علشان تقتل توم، لولا إن ريتشارد بيوصل في الوقت المناسب وبيحاول يوقفها، بس لأن إيزابيل مش بتسمع له بيضطر يضربها بالحقنة ويقتلها. الكارثة بقى إن إيزابيل بتفوق تاني، بس لحسن الحظ لما بتحاول تقتل ريتشارد بقوتها ما بتلاقيش عندها قوة. الأغرب من كل ده إن توم برضه بيقوم يضربها بالنار، لكن من كلامه مع ديانا لما بيرجعوا للمقر بنفهم إنه ضربها في كتفها، وهي حاليا في المستشفى بيعالجوها وحالتها مستقرة، وبنفهم إنه عمل كده علشان يتأكد إن خلاص قوتها راحت ومش هتقدر تعالج نفسها. وفي مكان ما بعيد عن المدينة بنشوف كايل اللي ناوي يحقن نفسه بالبروميسين، أما لانا زي ما اختفت أول مرة بيظهر نور فوقها وبتختفي تاني،
وجوردان بيبقى راح لمكان معزول في الغابة، وهناك كيفن وتيس بييجوا يتكلموا معاه، ومن الأخبار بيقولوا له إن خطتهم بتنجح. بيعرفوه إن في أخبار كتير جدا منتشرة إن في بشر بدأوا يكتسبوا قوة خارقة، وللأسف دي كده بتبقى نهاية الموسم الثالث. لكن في الموسم الرابع أكيد هنعرف إيه اللي هيحصل بعد نجاح خطة جوردان، وهنعرف برضو إيه هيكون مصير شون، وهل الذكريات اللي شافها في المستقبل دي هتتحقق ولا خلاص كده العالم في أمان. فلو حابين نكمل الموسم الرابع عرفونا في التعليقات وسيبولنا لايك للفيديو. وبس كده، دي كانت نهاية فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، وكالعادة كان معاكم شعيب. سلام.